أرحب بالشاعر المصري محمد خميس المعروف بشاعر باريس، وهو طبعا له ديوان يسمى أربع حيطان، وقريبا له ديوان آخر اسمه الشانزليزيه، وما نسمع قصيدته عن مصر. تفضل بالقصيدة. شكرا على التقديم الجميل دي حضرتك. حابب بس أقول حاجة لكل مصري في الداخل وفي الخارج. أنا أحاسيسي إني ما بقدرش أمسكها فأنا خايف أعيط بس أقول مصر مصر وليها جيش، مصر تحيا وبر رئيس، لينا ظهر امان وقوه، مصر ام الدنيا دار، مصر صناع القرار، مصر بيت كبير يشيل كل حلم مستحيل، مصر صفصف في العويل، مصر ملهاش في الخيال، مصر كلمه وامانه، مصر رجاله واسود، مصر جيش ورئيس ومان بدل الحرب بالسلام. يسعدني ان انت فاهم السياسه المصريه وقدرت ان انت تصيغها في شعرك، وقدرت تفهم بالفعل ان احنا دعاة سلام في هذا التوقيت الحرج اللي احنا بنمر بيه في المنطقه وفي العالم ككل. فانا سعيده جدا جدا ان انت قدرت حتى توصل هذه المعلومات، وانا شفت الاطفال كمان مندمجين معاك وقادرين يفهموا شعرك، يعني مش بس الكبار. الحمد لله. كلمني عن مسيرتك. الاول ابتديت في المملكه العربيه السعوديه لمده 10 سنوات. ابتديت في المملكه العربيه السعوديه، اشتغلت في شركه انجليزيه بتاع مصدر التجميل، كنت مدير تسويق. وبعدين غيرت بقى الدنيا كلها لاوروبا. طبعا كان عندي حلم لاوروبا من زمان جدا، بس في التوقيت ده ما كانش فيه فلوس بقى والحاله كانت تعبانه، وانا كان عندي بابا فكره ان انت تسافر غير شرعي لا. انا ولد وحيد طبعا خايفين عليا. ماما قالت لي لو هتاكل العيش بميه بس شارع بيه في البحر لا. ودي كانت رساله قويه جدا. انا قعدت 10 سنين عشان اأهل نفسي كبني ادم ان انا راجل يعتمد عليا، لان اوروبا ما بتطبش على حد. اخو البنات كمان وليك مسؤوليات كبيره ما شاء الله. ولد وحيد. ابتديت ازاي في باريس؟ ابتديت في باريس من عامل بشيل وبكسر، رايح لهم لابس القميص ورشه برفان، ما كنت مدير تسويق. فاول ما شافوني قالوا انت هتعمل ايه يا شاعر؟ انت قلت لهم قولوا بسم الله، وبدات اتعلم اشيل اكسر. اوقات كتيره جدا تصعب عليا نفسي، كنت اروح اشتغل ساعتين واروح اهرب من الشغل. اول مره ما اتهنتش في بلدي، رحت اتهنت بره. فبدات ان انا لازم استحمل. الوجه اللي خلاني اكمل في الشغل المعمار القوي ده ان انا دمجت الشعر مع ده. بدات ابص على كل الاشياء. يعني انت اكتشفت نفسك شاعر في لا باريس؟ انا شاعر من زمان. من زمان بس انا في الوقت ان انا كنت مضغوط فيه نفسيا الشعر نسيت كل حاجه. بركز ان انا ازاي ارجع لبلدي مرفوع الراس. بدات اخد ان الشغل ده والتفسير والشي والحط ان انت تاخدها ان هي رحله. اتفرج عليها، اكتب عن الناس اللي شغاله، عن هواياتهم، عن معاناتهم، عن كل شيء بيحسوا بيه. من خلال بقيت مستمتع. جالي واحد بعد سنتين قال لي انت فرحان؟ قلت له انا مستمتع جدا. قال لي ازاي؟ ده انت بتكسر وتشيل وبتحط. قلت له انا هنا بشوف كل حاجه بعين مختلف غيرك انت. بمشي في الشارع في باريس ببص على كل حاجه، اشوف دي ده جميل، ده وحش، ده نص نص. بركز في كل شيء وبروح البيت اقعد اكتب كل المعاناه بتاع الناس المغتربين اللي عايز يشوف اهله. انت ابن المحله الكبرى. انا من بنوان، محافظه الغربيه، مركز المحله الكبرى.